صباح الخير يا جماعة الخير. ربنا يبارك فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم الساعة 10 عنا هالقيت صباحا. تخيلوا يا جماعة، بنتي ريتال حتى الآن نايمة، أول مرة تعملها هيك، يعني ضلها نايمة لهالقيت. هفتانة وجعانة حتى البنت، والأسعار عنا غالية ومهولة. مش راضية تصحى، هفتانة مش قادرة تصحى ولا تصحصح. امبارح أنا كمان صار معي هفتان ونتق ومش قادرة أسند طولي. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني يوم الأسعار غالية جدا، الجوع بالزيادة يوم عن يوم. فيش طاقة عنا، أجسامنا ضعيفة، فيش طاقة. يعني المفروض السن هذا تكون هالقد صاحية، بتاكل خبزتها الشوكولاتة مع الشاي مع الحليب. البنت حتى حممتها ومش راضية تصحى وبتغمض وبتنام، فمش عارفة ايش قصتها. ريتال بدها طاقة. يعني اليوم الواحد يكلفنا $500 لو بدنا ناكل نشرب كويس مع الأسعار الموجودة هذه. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان سبب في هذه الأزمة. لو حابين ساعدونا على رابط الجو فاند مي أو تواصل معنا على الواتساب. ريتال طول اليوم بدها مية، تشرب مية. اشربي يا ماما، المية هذه بترويج، والمية اللي بنعبيها هذه بترويج. المية المعدنية هي اللي بتروي، وغالية كتير طبعا، سعرها كتير غالي. هي رجعت مرة. اسم الله عليك يا ماما، حسبي الله ونعم الوكيل. ريتال مالك هيك مساهمة؟ ريتال كيف نفسها؟ اسم الله عليك يا ماما، اسم الله. حسبي الله ونعم الوكيل. تعالي ندعمل لك عدس. يلا نولع النار ونعمل العدس. يلا بدي انقي عدس لانه ريتال بالمرة ديك تعبانة. قومي يا ريتال قومي، عطشانة كمان البنت مع قلة الفواكه والخضروات. مرة حرام. عندي اعمل لك عدس يا ريتال، تشربي شرب ولو انا وياكي ومراد وبابا. بدي اسيبه يتنقع هيك حوالي 10 دقائق واطبخه. فاكلنا صار حتى ملوش طعم، بس عشان الواحد ما يفوتش. يا رب يا رب افرجها يا رب يا رب من عندك يا رب. قلوبنا حزينة جدا على الأوضاع اللي بنمر فيها. أوضاع كتير كتير كارثية، أول مرة بنعيش هيك ظروف. الحمد لله على كل حال. يا رب أتمنى منك الفرج يا رب. دعواتكم إلنا يا إخوان الكرام، الله يسعدكم يا رب. نظف. حسبي الله ونعم الوكيل. استفرغت أنا على الباب. شو التتول. هيك حياتنا، تعب وشقى صارت. حسبي الله ونعم الوكيل. طلع أولادنا هيك. حسبي الله ونعم الوكيل. انتوا اسم الله. استفرغي. بسم الله عليك. شو السبب يا جماعة؟ البنت نتقت، استفرغت. درج اسمه دراج. خلاص طلعي كمان، استفرغ. سلامتك يا ماما، سلامتك. خدي يا ماما هاي خبزة، مش مشكلة يابسة، بس أحسن من بلاش يا ماما. كلي
غسلت العدس وصفيته، بدنا نحطه في الطنجرة ونطبخه. حطيت ملح، حطيت هنا ملح وكمون فقط، وكمان فيش مرقة ماجي. وهذا هي الطبيخ، وبدي احط مية هلقت واضغطها وخلاص وتطبخها على النار. باخر الفيديو بتمنى تحطوا لايك واشتراك. بس حابة اقول لكم هالاشي يعني عن رابط الجو فاند مي الخاص فينا. الاولاني عملت لنا اياه صديقتي سمانثا صار عندها ظروف خاصة، وتم رهن بيتها وسيارتها، وتم تجميد حسابها البنكي اللي هي ربطاه في رابط الجو فاند مي تبعنا. لكن عندما يفك التجميد راح تحول المبلغ الباقي فيه. والآن احنا عملنا صديقتي فلة الجزائرية ساعدتني في عمل رابط جديد، وبارك الله فيها يا رب العالمين، يجعله في ميزان حسناتها أختي فلة. الله يسعدك ويبارك فيك يا رب. اللي حابب يساعدنا على الرابط الجديد، احنا ما بنستغنى يا جماعة عن الرابط الجو فاند مي، لانه بصراحة هذا هو مصدرنا، واحنا عايشين من وراء التبرعات اللي بتيجي فيه، ومن وراء مصدر رزقنا طبعا القناة هذه كمان. بتمنى كمان منكم تساعدونا على الرابط الجديد، وما تنسونا من دعائكم ومساعدتكم على رابط الجو فاند مي. وبشكر كمان صديقتي سمات لانها ما قصرت معي صحيح بصراحة كمان، وصديقتي فل الله يبارك فيكم جميعا.